فبقول الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه. تمام؟ طيب، احنا كاعلاميين لما بيكون في شيء بيخص نادي بقيمه النادي الاهلي او الزمالك، وبيخص شخص محبوب، رئيس اكبر نادي او في افريقيا او في الوطن العربي، من اكبر الانديه واكثرها شعبيه، فلازم يكون الاعلامي متاكد 1,000,000% من الكلمه اللي بيقولها، لانه هيحاسب عليها. تمام؟ فالكابتن مدحت شلبي قال لك ان كابتن محمود الخطيب ما خدش التاشيره، وما كانش ليها لازمه يطلع بيان ويقول ان هو مش هيسافر عشان الدكتور قال له صحته ما تتحملش سفر لمده 13 14 15 ساعه متواصل، وانه اعتذر عن السفر وعن رئاسه البعثه بسبب صحته يعني. خلاص؟ طيب، فقلنا النادي الاهلي راجل اعلامي قال معلومه، فلو معلومه صادقه ما حدش هيرد، لو معلومه غير صادقه بيطلع النادي الاهلي بيشتكي، وده اللي حصل. النادي الاهلي طلع بيان وقرر تكليف المستشار المحامي محمد عثمان انه يرفع قضيه على الكابتن مدحت شلبي بسبب ان هو قال معلومه خاطئه من وجهه نظرهم، وقرر كمان انه يشتكي الكابتن مدحت شلبي للهيئه الوطنيه للاعلام او المجلس الاعلى للاعلام يعني. خلاص؟ فوجئنا بعديها اكتر من اكاونت بينشر صورة تأشيرة وفيزة كابتن محمود الخطيب، واللي طلعت في تقريبا حاجة وعشرين ابريل او مايو، سوري مش عارف مايو ولا ابريل مش فاكر، وان التأشيرة دي مكملة لغاية شهر برضو 5 او حاجة في 2025 لغاية 2030. وطبعا انتوا عارفين فيزة امريكا اما بتطلع لاي حد بتطلع لمدة 5 سنين. فهنا السؤال، تمام؟ هنا السؤال بيقول ايه؟ هل كابتن محمود الخطيب وهو رئيس نادي هيشارك في كأس العالم للأندية هيروح السفارة الأمريكية فالفيزا بتاعته تترفض؟ مش هتبقى مفهومة هتترفض ليه؟ خصوصا ان عامل غرفة الملابس في النادي الأهلي طلع له تأشيرة، وده يعني عامل دي مش حاجة تقلل منه يعني او تقلل من قيمته يعني، لا خالص. انا بتكلم ان يعني انسان بسيط بيعمل داخل النادي الاهلي في غرفة ملابس النادي الاهلي، مسؤول عن المهمات بتاعة غرفة ملابس النادي الاهلي، طلع له تأشيرة وسافر امريكا. فهنا السؤال، هل ممكن عامل غرفة الملابس في النادي الاهلي يطلع له تأشيرة والكابتن محمود الخطيب ما يطلعلوش تأشيرة؟ الموضوع برضو هيبقى غريب جدا. ابتديت ادور فاتقال ان الكابتن محمود الخطيب بعت الاونلاين فلم يتم الرد عليه ولا بالموافقه ولا بالرفض. كل ده اتنفى. ممكن ناس تنزل على اكونتات وكده كلام، لكن اما ينزل الاستاذ جمال جبر وهو رئيس المنظومه الاعلاميه داخل النادي الاهلي، اما ينزل صوره التاشيره بتاعه كابتن محمود الخطيب، فهو بيضع نفسه في وضع المسؤوليه. وكده بالعربي كده، مين اللي هيكون باعت للاستاذ جمال جبر صوره التاشيره غير كابتن محمود الخطيب؟ لان في النهايه دي الفيزا اللي موجوده على الباسبور بتاعه، فالطبيعي ومنطقي ان الفيزا دي اتصورت من باسبور كابتن محمود الخطيب. فكابتن محمود الخطيب بعت الصوره للاستاذ جمال جبر، او هو كانت اوريدي عنده متصوره من باسبور الكابتن محمود الخطيب، وقرر انه ينشرها عشان ينفي ويكذب خبر كابتن مدحت شلبي.